السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي نعيم دايما. درس النهاردة جديد في برنامج تعلم كمبيوتر مع احمد رفعت. هنتكلم ازاي النهاردة نجيب اي بي الجهاز بتاعنا اللي موجود او اللي الجهاز الكمبيوتر بتاعنا سحبه من الراوتر. الموضوع بسيط جدا، ان شاء الله تستفادوا معانا النهاردة ازاي نقدر ان احنا نجيب الاي بي بتاعنا. يلا بينا ننفذ الطريقة ونشوف ازاي نقدر ان احنا نجيب الاي بي بتاعنا. بندوس على علامة الويندوز وحرف الار مع بعض، بيظهر لنا زي ما انت شايف قائمة رن عندنا. تحت كلمة قائمة رن هتلاقي كلمة اسمها اوبن، بنكتب فيها كلمة سي ام دي. سي ام دي زي ما انت شايف كده، بنكتب الكلمة ديت وندوس على انتر او بندوس على اوكي. بعد ما ندوس على انتر او اوكي بيظهر لنا شاشة سودة زي ما انت شايف اللي هي cmd.exe. تمام، وبيظهر لنا اليوزر بتاعك و الكوماند اللي انت هتكتبه. طيب هنحتاج بس ان احنا نكتب كوماند بالانجليزي، كوماند بسيط وسهل. هنكتب اي بي config معانا، اي بي تقيلة سي او ان اي اف سوري سوري اي بي تقيلة سي او ان اف اي جي، اي بي سي او ان اف اي جي. طيب وندوس على انتر. اهم حاجه ما نحطش مسافات ما بين الكلمه، لان في ناس بنقول لها تكتب اي بي كونفيج فبتقوم حاطه اي بي وبعدين مسافه بعدين كونفيج. ده غلط، اي بي كونفيج على بعضها كلمه واحده. وبعدين بندوس انتر. مجرد ما دوسنا انتر بنلاقي كلام كده ظهر معانا، انا عايز اي بي الجهاز بتاعي، فهلاقي كلمه اي بي فيرجن 4، اي بي في 4 ادرس، ونلاقي قدامه الاي بي بتاعي اللي هو 192.168.1.1.15. ده الاي بي اللي سحبه جهازي من جهاز الراوتر بتاعي. اتمنى ان احنا نكون استفدنا النهارده، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب الجميل، وما تنساش تقول لنا في الكومنتات رأيك، ولو عندك اي سؤال ما تنساش تسيبه لنا في الكومنتات. وشكرا جدا ليكم وشكرا لحسن استماعكم.